السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا. اتعودنا ان احنا نعمل وصفات سهلة وبسيطة، بس قبل ما نبدأ لازم نحط لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. كل مرة بجيب لكم وصفة اسهل من التانية. النهاردة هنعمل الكنتاكي او القرنبيط الكنتاكي او زهرة القرنبيط بطريقة جميلة خالص، زي الفراخ الكريسبي. انا هقدم لكم المقادير. معايا كوبايه دقيق، دقيق منخول وجاهز. معايا هنا معلقتين نشا كبار هرميه، ومعايا بيكنج باودر. معايا بيضايه، ومعايا خضره كزبره خضراء متقطعه صغير جدا. معايا هنا بضايه. فعلا الطريقه دي جميله قوي وسهله جدا. معايا هنا التوابل، معايا ملح وبابريكا وفلفل وكمون. التوابل دي هنستخدمها في وقت، في توابل تانية هقول لكم عليها. معايا هنا ليمونة، ومعايا هنا فلفل مطحون، ومعايا كمون مطحون، فلفل أحمر مطحون. معايا التوابل التانية اللي بقولك عليها ملح وكمون وكزبرة ناشفة بس. ومعايا هنا كوباية مية عشان خاطر الخليط اللي هنعمل بيه القرنبيط. ومعايا هنا قرنبيطايه زهرة قرنبيط حلوة كبيرة قوي. هننضفها، لازم نشيل القمع اللي من فوق ده. القرنبيط الطريقه دي جميله قوي لاي حد. لو انت ما بتحبيش القرنبيط او انت بتعمليه بطريقه مش كل البيت بيحبه او اطفالك ما بيحبوهوش، اعمليه بالطريقه دي جميله جدا وهتخلي كل اللي معاكي يعشقوا. انا عن نفسي ما كنتش باكل القرنبيط، بس خالتي قالت لي على الطريقه دي عجبتني. ضفت لها شويه حاجات وتغييرات، وطلعتها بالنتيجه دي. فعلا نتيجه سهله وجميله جدا مجزيه. تحس انك انت فعلا بتاكلي فراخ كنتاكي كريسبي، قد ايه هي مقرمشه، قد ايه هي لذيذه. بوريكي زهره القرنبيط بيبقى فيها ورق صغير كده من جوه. الورق ده لازم تشيليه لان هو بيبقى ناشف، بيبوظ القرنبيط معاكي وتحس ان حاجه كده ناشفه خشنه في بقك. فلما تشيلي الورقه الصغيره دي بتديكي نتيجه اجمل. زي ما انا بوريلك اهيت انا بشيلها ازاي. زهره القرنبيطه تقطعيها زي ما انت عايزه على حسب راحتك انت. تخليها كبيره تخليها صغيره، ده على حسب راحتك. بس لما بتبقى صغيره بتبقى اجمل وبتديكي نتيجه احلى. بتتشرب كويس قوي من التوابل وبيبقى طعمها جميل جدا. انا ما بحبش العصبه الكبيره دي اللي في القرنبيط، فبشيلها بخلي العصبه صغيره بس على قد زهره القرنبيط. فعلا ما اقولكيش على الجمال والحلاوه. لو انتي يعني فعلا بس جربي معايا واسمعي الفيديو لغايه الاخر، وانت النتيجه هتبهرك والطعم في الاخر هيبهرك. ونفذي الوصفه بالطريقه دي. اول حاجه انا جبت ميه مغليه زي ما انت شايفه، وهنسقط فيها القرنبيط غاسلينه كويس قوي ومنضفينه. هحط القرنبيط في الميه دي وهغطي عليه يعني لمده 10 دقائق، ما يزيدش عن كده، ممكن يقل. زي ما انت شايفه انا بسقط كميه القرنبيط اللي انا محتاجاها. ممكن تحطي في الميه، انا مش حاطه في الميه اي حاجه خالص، بس ممكن تحطي كمون عشان خاطر الريحه. انا كده وصلت ل10 دقايق وهوريكي شكل القرنبيط عامل ازاي. ما تحاوليش ان درجه السوا بتاعته تبقى شديده قوي، يعني مستوي كويس لان انت لسه هتحطيه في مرحله تانية. انا بطلعه وبصفيه كويس. ممكن انك انت تاخدي القرنبيط كده وتروحي تنزليه في ميه ساقعه قوي عشان خاطر توقفي كمية حته سوى القرنبيط، لان هو سخن ممكن يستوي منك سنه بعد ما طلعتيه. فممكن توقفيه انك انت تحطيه في ميه ساقعه. انا ما بحبش استخدم الحركه دي لان انا لسه القرنبيط معايا قاعد زي ما هو على بعضه وما فيهوش اي حاجه. انا طلعت القرنبيط، هجيب طبق هوريكي بقى تتبيله حلوه قوي للقرنبيط بتفرق معاكي بقى، بتخلي الطعم جميل جدا. انا حطيت الفلفل المطحون والثوم المطحون. كميه الفلفل اللي انا طحناها يعني ممكن يجي 4 قرون فلفل، فلفل احمر. ومعايا التوابل اللي هي الكمون والكزبره الناشفه والملح، بس هو ده اللي انا حطيته. وهعصر معاكي الليمونه زي ما انت شايفه. ده ليمون بس هو اللي نوعه كده، مش من الليمون البلدي العادي، ليمون كبير وبيبقى درجه الحدقان بتاعته بتبقى خفيفه شويه عن الليمون البلدي العادي. زي ما انت شايفه انا هقلبها الدقه دي، بس حبيت ان انا اشيل البذر اللي نازل فيها وهقلبها كويس قوي. وخليكي معايا وشوفي فعلا الحته دي بتفرق قوي عن اي طريقه انت بتعملي بها القرنبيط. زي ما انت شايفه انا دلوقتي هضيف الخضره اللي معايا.
اللي هي الكزبرة الخضراء، ما باحطش أي حاجة تاني ولا بقدونس ولا شبت، لإنه ما ينفعش مع القرنبيط خالص. دلوقتي أنا هانزّل بقى القرنبيط زي ما أنتِ شايفة، هو لسه سخن وبيطلّع البخار معايا. طبعًا الخلطة دي بقى بتحدّقه جدًا وبتخلّي طعمه جميل أوي. فعلًا حاجة بتفرق، بيبقى متبّل والتتبيلة داخلة جواه. أنا ما باسيبوش مدة كتيرة، هي بس مجرد ما أنا أجهّز الخلطة التانية بتاعة القرنبيط اللي هي العادية اللي إحنا متعودين إن إحنا نعملها مع بعض، وأبدأ بقى إن أنا أشتغل فيها على طول. يعني هو الوقت ده بس، لإن هو لمّا مسلوق وسخن فالتتبيلة بتدخل فيه بسرعة أوي. زي ما أنتِ شايفة، بس حبيت إن أنا أنضّف مكاني وبعدين أبدأ أكمّل. أنا جايبة طبق هاحط فيه الخلطة بتاعتنا، هافضّي الدقيق زي ما أنتِ شايفة. حاجة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكِ وقت، وطريقة جميلة جدًا بتطلّعوا فعلًا طعم حكاية أوي. ده نشا بافضّيه على الدقيق، وهاحط التوابل كلّها توابل جافة، أنا لسه ما حطيتش أي حاجة مَيّة ولا أي حاجة زي ما أنتِ شايفة. نزّلت التوابل دلوقتي اللي هي الملح والبابريكا والكمون الكزبرة الناشفة. هاحط بقى الحاجة اللي هي بتنفخ معايا القرنبيط وبتخلّيها مقرمش، النشا، واللي بتخلّيه منفوخ ومدّي شكل كويس أوي اللي هي معلقة البيكنج باودر، أنا حطيت معلقة صغيرة. أنا هاقلّب الحاجات الناشفة دي كلّها مع بعض وهاقسم نُص الكمية، هاخدها في طبق فاضي عشان خاطر أنا هاستخدمها، وهاقول لِك إحنا هنعمل إيه بالنُص اللي في الطبق ده، والنُص التاني هنعمل بيه إيه. زي ما أنتِ شايفة، بس قلّبتها كويس عشان خاطر التوابل تدخل فيها وتبقى متبّلة وطعمها جميل أوي. زي ما أنتِ شايفة، طريقة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت ولا بتاخد مجهود. الكمية بقى اللي معايا في الطبق دي، أنا دلوقتي هابدأ إن أنا أعجنها. بس هاضيف البيضاية، هي بيضاية واحدة، مش شرط إنِّك أنتِ تحطّي بيض كتير على القرنبيط، هي بتقضّي الغرض ومع معلقة البيكنج باودر بتأثّر حلو أوي. أنا حاطة باقلّب المَيّة دلوقتي. حاولي إن هو ما يبقاش خفيف أوي منِّك ولا يبقى تقيل، يعني أنا عايزاه قوام وسط، بيبقى يعني حلو، لا تخين ولا رفيع. أنا هاورّي لِك هو إزاي بعد ما أخلّص، هاورّي لِك شكل القوام بتاعه إزاي. لو حسيتِ إن هو تقيل تضيفي حبّة مَيّة تاني وتقلّبي زي ما أنتِ شايفة. أهم حاجة ما يكلكعش معاكِ، يعني أنا باقلّب الأول عشان كل القوام يختلط في بعضه. زي ما أنتِ شايفة بمضرب مش هيعمل معاكِ أي حاجة، بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. زي ما أنتِ شايفة كده خلاص هو كده كِمِل التقليب. هاشيل بقى المضرب اللي معايا وأقول لِك بقى إحنا هنعمل إيه. زي ما أنتِ شايفة، دي اللي كان معايا. أنا هاضيف له حاجة بسيطة، هاضيف له معلقتين بقسماط مطحون، أو لو عندِك فيجيتار أو أي حاجة ممكن تحطيها، بتفرق خالص معاه في القرمشة وبيبقى جميل أوي. زي ما أنتِ شايفة أنا دلوقتي ما ضفتش غير معلقتين بس، هاقلّبهم في الخلطة دي، وهو كده خلاص أنا كل حاجة جاهزة معايا. هابدأ بقى على تقلية التسوية الأخيرة النهائية للقرنبيط، وهتشوفي قد إيه سهلة وقد إيه بسيطة وما بتاخدش وقت. زي ما أنتِ شايفة أنا جِبت حلة وحطيت فيها زيت عميق، وجِبت معايا الدقيق والخلطة معايا وكل حاجة جنبي عشان خاطر إن أنا ما انقلش حاجة من مكانها. زي ما أنتِ شايفة أنا بانزّلها في الخليط الأول وباصفّيه كويس أوي، وهاحطها، وبالإيد التانية الإيد اللي هي الناشفة دي باغلّفها كويس أوي بالدقيق، والزيت يبقى سُخن معايا، وأروح أحطه بقى بانفّضها كويس زي ما أنتِ شايفة من الدقيق، وأحطها وأعمل بقى كل الكمية بالمنظر ده زي ما أنتِ شايفة. قد إيه بقى التتبيلة اللي هي فيها ال ال أنا يعني أنا قاعد زي ما هو في تتبيلته القرنبيط، وباشيله وباحطه في خليط العجين اللي إحنا عملناه، وبالإيد التانية باحطه في الدقيق وبانفّضه كويس أوي وباحطه. الدقيق متبّل وحلو أوي، وطعم الملح والتوابل فيه مع البقسماط بيدّيكِ قد إيه، مع البيكنج باودر مع النشا، قرمشة حاجة فوق الخيال. لون القرنبيط زي ما أنتِ تحبّي، وحجم القرنبيط زي ما قُلت لِك أنتِ تحبّيه. لمّا بيبقى صغير بيبقى أو وسط كده بيبقى حلو أوي، وبيبقى شارب من التتبيلة وطعمه جميل أوي، أحسن ما يبقى كبير. زي ما أنتِ شايفة فعلًا حاجة جميلة أوي، وحاجة ما أقولكيش قد إيه هيطلع طعمه حكاية. وزي ما إحنا اتفقنا إن إحنا بنعمل الوصفات بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة جديدة، عشان لو أنتِ مثلًا أول مرّة تعملي الوصفة دي تعمليها هتطلع ناجحة معاكِ وهتطلع بأعلى مستوى.
زي ما انت اتبعي بس الخطوات وهي تطلع معاكي كويسه قوي. لو انت مثلا بتعمليه وما عندكيش فكره التتبيله دي لاول مره تعرفيها، غيري واعمليه بالطريقه دي، وفعلا ما اقولكيش قد ايه يعني هي هتطلع معاكي حلوه قوي، والطعم هيفرق معاكي عن كل مره كنت بتعملي فيها. احب ان انا اشوف منك تعليق بعد ما تشوفي بعد ما تشوفي الوصفه بالطريقه دي. فعلا الوصفة جميلة قوي، فأتمنى منكم إن أي حد يشوف وصفتي. أتمنى إن أنا أشوف منكم لايكات كتير قوي، وأي حد بيشوف الوصفة يا ريت يدخل ويعمل لي اشتراك ويدعم قناتي عشان خاطر إن هي تكبر أكتر وأكتر. قناتي زي ما قلت لكم هتكبر بيكم إن شاء الله، وأنتم معايا أحلى أخوات في الدنيا بإذن الله. زي ما انت شايفة أنا بحاول إن أنا أعمله عن بعضه عشان خاطر أفضي مكان عشان أحط فيه تاني. زي ما انت شايفة أنا بقلبه لما يحمر من ناحية بحطه، وزي ما انت شايفة اللون قلتلك زي ما انت عايزة وزي ما انت بتحبيه هو بيستوي. لأن هو أساسا كل حاجة فيه هو بس الكفر الخارجي بس هو اللي احنا عايزينه يستوي. بس ما اقولكيش قد ايه فعلا الريحة جميلة قوي وطعم تحفة حكاية حاجة من الآخر. يا ريت تنفذيها وتقولي لي ايه رأيك زي ما قلتلك. زي ما انت شايفة انا بقلب دلوقتي على طول. خلاص بقى طول ما خد يعني لون من ناحية فبقلبه من الناحية التانية عشان خاطر يبقى كله نفس الدرجة. دلوقتي انا جبت السرفيز اللي انا هقدم فيه على اساس ان هو يبقى جاهز جنبي. مجرد ما ان انا اطلع احط فيه بيفضل مقرمش، وحتى مع الوقت ما بيتغيرش لا لونه ولا طعمه ولا اي حاجة. ممكن تعمليه تجهزيه وتحطيه في التتبيله وتعملي حاجتك كلها وتقليه كده قبل التقديم على طول عشان خاطر لما بيبقى سخن بتفرق عن لما يكون بارد. بيبقى طعمه اقوى قوي. زي ما قلتلك ايدك على طول فيه دلوقتي بقلبه عشان خاطر كل اللون يبقى نفس الدرجة، مفيش ناحية اعلى من لونها من الدرجة التانية عشان خاطر يبقى شكله جميل قوي. لان زي ما قلت لك قبل كده ان العين بتاكل قبل البق، فانت لما تشوفي الحاجه جميله ويعجبك منظرها قوي بتفتح نفسك وبتحب ان انت تاكليها. وزي ما قلت لك لو انت اولادك ما بيحبوش القرنبيط وعملتيه بالطريقه دي مش هيبقى فايح قرنبيط خالص، ولا هي مثلا هيعرفوه، بل بالعكس هيفكروه مثلا ان انت جايبه لهم فراخ كريسبي او اي حاجه زي كده. هتشوفيه اول ما هيشوفوه على السفره هيقولوا ايه ده كنتاكي ولا ايه ده. فعلا حاجه ما اقولكيش وهياكلوه بالطريقه دي، وجربيه وانت مش هتندمي ولا هتخسري اي حاجه. زي ما انت شايفاني انا دلوقتي بقلب فيه، ما اقولكيش بقى على الريحه حاجه كده يعني فعلا جمدان جميله جدا. بقلب زي ما انت شايفه كده على طول. اول ما بتخلص معايا الكميه بحط مقدار تاني واعمل لغايه الكميه اللي انا عايزاها واللي انا محتاجاها. طبعا زهره القرنبيط كانت كبيره انا ما عملتهاش كلها، انا عملت الكميه المناسبه اللي انا محتاجاها، وباقي الكميه بتاع زهره القرنبيط لو انت عندك زهرايه كبيره وانت مش محتاجه الكميه كلها هتسلقيه بالطريقه اللي انا وريتها لك، بس يبقى درجه سوى اقل، يعني ممكن ياخد 7 دقايق او 6 دقايق، وبتطلعيه وبتسيبيه لما يبرد، وبعد كده بتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. بيبقى سهل جدا، يبقى انت ما عندكيش اي حاجه، ممكن في اي وقت مستعجله ما عندكيش اي حاجه فبتروحي تجيبيه. بس لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس زي ما قلت لك عشان توصلك الوصفات الجميله دي. فتحطيه في الفريزر، وفي اي وقت انت ما عندكيش وقت ومستعجله بتطلعيه من الفريزر وتسيبيه. مجرد ما انت بتجهزي التتبيله والخلطه والحاجه اللي احنا عملناها دي كلها بيبقى هو فك، بتحطيه في التتبيله وتعمليه على طول بالطريقه دي، ما بياخدش معاكي وقت خالص. على ما تكوني مثلا لو جهزت سلطه او اي حاجه بيبقى خلاص هو جاهز معاكي. زي ما انت شايفه انا بصفيه كويس قوي وبحاول ان انا انفضه عشان خاطر ما يبقاش فيه زيت، لان انا بحطه كده خلاص في طبق التقديم على طول. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله قوي. انا كده كملت الكميه كلها وده المقدار. بقول لك قد ايه هو حلو قوي، شوفي قد ايه يعني فعلا منظر ولون وشكل والاحجام بتاعته اللي انا عاملاها. هسمعك صوت القرمشه واوريكي قد ايه هو فعلا ناشفه وكريسبي. بس اتمنى الوصفه تعجبك واتمنى ان انت تنفذيها، واشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.